ناس تعمل قد ما تعمل وعليت قد ما عليت ولا كأنها عملت حاجة، وفي ناس بسيطة جدا توكلوا على رب العالمين في كل حاجة في حياتهم، فبقى حياتهم فيها نور وبركة. الفرق مش في المجهود، الفرق في النية. أنا أماني السعداني، وده بودكاست عادة وعبادة، مكان هادي بنحكي فيه عن حاجات صغيرة اللي بنعملها كل يوم، اللي ممكن تبان عادة لكنها عند ربنا عبادة لو نيتك صح. النية مش كلمة بتقوليها قبل أي عمل، النية هي السبب اللي بيحركك للعمل. انت بتعملي الحاجة دي ليه؟ عشان الناس ولا عشان رضا رب العالمين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني مش الفعل هو اللي بنتحاسب عليه وبس، قد ما ورا الفعل ده ايه. في ناس تصحى كل يوم تشتغل وتتعب وتجتهد بس ما تحسش بتعبها، يا ترى ليه؟ لأن نيتها أنا بعمل ده عشان ربنا يبارك في شغلي ورزقي، فتلاقي البركة داخلة من كل باب. خدي مثال بسيط، 2 ستات بيعملوا نفس الروتين، تصحى تفطر تنزل على شغلها وترجع تنام، بس واحدة طول ما هي قاعدة بتقول في نفسها يلا بقى نخلص من اليوم ده، والتانية تقول اللهم بارك في يومي وسعي. الاتنين تعبوا نفس التعب وعملوا نفس الحاجة، بس واحدة يومها كله فطور وإجهاد بسبب وبدون سبب، والتانية تلاقي كل حاجة في يومها ماشية بسهولة، كل حاجة فيها سكينة واطمئنان. لأن البركة مش في الوقت والجهد، دي البركة في النية يا جماعة. تعالوا نبص لشغل، أي شغل، أي جهة عمل في أي مكان، هتلاقي فيها نوعين من الناس. في موظف ماشي بمبدأ أنا بزق اليوم عشان المرتب آخر الشهر، وفي موظف تاني عايش في وادي تاني خالص، أنا بشتغل عشان أكفي نفسي وبيتي بالحلال، أنا بشتغل عشان أساعد وأتعلم وأكبر شغلي برضا رب العالمين. نفس المكان، نفس الساعات، بس حد ربنا يفتح له أبواب رزق غير متوقعة كده من حيث لا نحتسب، والتاني بيزق اليوم بيومه بمضايقة وسخط، وكل حاجة بيعملها بتبقى تقيلة على قلبه. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني حتى شغلك اللي بتكسبي منه لو نيتك فيه الإتقان هتبقى عبادة. سبحانك يا رب. في العلاقات بيننا وبين بعضنا كمان، الزوجة اللي تقول أنا بساعد جوزي وأولادي لرب العالمين، واللي بتتعامل مع أهلها وصحابها وجيرانها وهي بتقول أنا بعامل ربنا، بتحس إن تعبها خفيف وسعيها فيه بركة وفي قبول غير طبيعي ما شاء الله. وهتلاقي مثال تاني لزوجة عليها نفس الالتزامات في نفس الظروف زيها بالظبط، لكن في الرايحة وفي الجاية خناق وزعيق وانا محدش مقدرني. بتتعب اكتر نفسيا وجسديا، مش علشان هي غلط، بس علشان نيتها اتبدلت من رضا رب العالمين لانتظار تقدير من الناس. وده الفرق بين راحة القلب وتعبه. تخيلي مثلا واحدة ماشية في الشارع، شافت حد محتاج، طلعت فلوس رياء عشان شكلها بس قدام الناس، وواحدة تانية طلعت نفس المبلغ حتى ولو قدام الناس، بس قالت في نيتها اللهم اجعلها في ميزان حسناتي. نفس الفعل لكن الأجر مختلف. على فكرة مش شرط الصدقة في العلن تكون رياء، النية هي مربط الأجر يا جماعة. النية هي اللي بتحول العمل من عادة لعبادة. وأكبر مثال للنية هو شهر رمضان. كل ست بيت واقفة بتطبخ وهي صايمة ومرهقة وتعبان، لو في نيتها صدقة لبيتها بقت عبادة. ويا سلام بقى لو افتكرت نية افطار صائم، هنيالها
والله مشغلة عداد حسنات كده. كل أكلة بتعمليها بنية الصدقة والإطعام، حتى ولو لبيتك وأولادك، بتاخدي عليها ثواب. صدقيني الطعم نفسه بيتغير، بيبقى طعم. السيدة أم عطية الأنصارية رضي الله عنها كانت من الصحابيات اللي بيشاركوا في الغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبتجهز الأكل، وكانت بتغسل الموتى، وبتنقل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحبتها من النساء. قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وكنت أخلفهم في الرحال، وأصنع لهم الطعام، وأقوم على المرضى، وأداوي الجرحى. حاجة ممكن تبان صعبة ومش أي حد يقدر عليها، لكن الصحابية الجليلة كانت بتخلص نيتها لله، فكل حاجة كانت سهلة وميسرة ومباركة بفضل رب العالمين. النية مش محتاجة مجهود، هي فكرة بسيطة قبل أي عمل. قبل ما تطبخي قولي: يا رب اجعلها رزق طيب لبيتي. أول ما تصحي قولي أذكارك اللي فيها كلمة وإليك النشور، يعني عملي كله ليك يا رب العالمين. قبل ما تفتحي تليفونك وتردي على صاحبتك، خلي في نيتك إنك تكوني سند لغيرك وناصحة أمينة. كل دي حاجات بسيطة، بس لما تبقى عادة في حياتك ونيتك فيها لله، ربنا بيحولها لعبادة مستمرة. البركة دي حاجة مش بتتشاف، دي بتتحس. هي راحة للقلب رغم ضغوطات الحياة، تيسير الأمور رغم صعوبتها ظاهريا، والرزق اللي دايما بيكفي حتى ولو كان بسيط. ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركة مش بس رزق، دي راحة في القلب ونور في الطريق. فالنية مش خطوة زيادة، دي الأساس اللي المفروض تبني عليها كل حاجة في حياتك. جددي نيتك كل يوم، خليها لله مش للناس. كل مرة تعملي خير مهما كان بسيط، قولي في سرك: يا رب دي ليك يا رب. وساعتها هتشوفي البركة وهي داخلة حياتك من حيث لا تحتسبي. في وسط كل نية حلوة في سر تاني لازم تحافظي عليه، سر بينك وبين ربك، وسر بينك وبين الناس. أوقات كتير بنتكلم في حاجات ما ينفعش نجيب سيرتها، وعواقب ده بنشوفها في الدنيا، لكن ما خفي كان أعظم. استنوني الحلقة الجاية من عادة وعبادة، هنتكلم عن حاجات من واقعنا كتير بنستهون بيها، بس وراها معنى أعمق بكتير مما تتخيلي.